مسا عليك يا صديقي الميلانيستا، واهلا وسهلا بيك في اول لايف رياكشن هذا الموسم على الديربي. انطلقت المباراة ما بين الميلان والانتر. يا مسهل الحال يا رب. طبعا يعني ايه، الواحد داخل المباراه دي وهو محبط ومتضايق. طبعا يعني اليونايتد كل 3 من برايتون، فانا مخنوق اصلا، فيعني عايز الميلان يعوضني النهارده قصاد الانتر. وعايزك انت كمان لو بتتفرج، طالما بقى انت ايه يعني بتتفرج عليها دلوقتي، فلايك كومنت شير سبسكرايب القناه انت مش مشترك، يعني فاهم. ويلا بينا نشوف بقى المباراه هتقول لنا ايه. طبعا انت فاهم انا المفروض اقول ايه دلوقتي، انت فاهم ها؟ والله مش يعني انا مش عارف، يعني هي هتتحسب فاول لتياو ولا هي هدف ولا اي مكان. بس شفت المساحات يا باشا، انا رايي مش فاول اصلا. فيش فايده يا بيولي. مساحات يابا، مرتدات الانتر يابا، مرتدات يا عم الحاج. الانتر ما تسيبلوش مساحات، ما ينفعش تندفع هجوميا بالشكل ده. المساحات على اطرافك يا بالحاج. قرار هدف. البس يا راجل، حرام عليك يا راجل، حرام عليك. الاعمى يا راجل قدام الانتر ما يعملش كده. الاعمى ما يعملش كده قدام الانتر بجد. الاعمى قدام الانتر ما ينزلش مندفع هجوميا بالشكل ده. تاني تلبس هدف مبكر تاني. يعني انا مش عارف، هما لا كون انا غلطت وبيعيدوا لنا ماتش السيمي فاينال يا جدعان بتاع الشامبيونز ليج، لا يكون ابو ظبي الرياضيه بيضحكوا علينا وبيجيبوا لنا ماتش الشامبيونز ليج يا جدعان. يا اخي خليك واقعي، يا اخي خليك واقعي شويه يا بيولي. يا عم بلاش العند. ماشي الكره الهجوميه والاندفاع والكلام ده كله كان حلو قوي في الماتشات اللي فاتت، بس قدام الانتر ما ينفعش. واحد لسعك على قفاك 4 مرات الموسم اهو. بص برضو نفس المساحات اللي على الاطراف، فيش فايده. واحد لسعك على قفاك 4 ماتشات الموسم اللي فات، 4 ماتشات وما اتعلمتش. نهار اسود ومنيل، يا نهار اسود ومنيل. مراجيح. الانتر نصب السيرك. الناس اللي كانت بتقول لي انت بتبالغ وبتدي الانتر اكبر من حجمه، انا عارف ان الماتش لسه ما خلصش، بس يعني منظر الانتر في بدايه الماتش لقى الميلان كده ايه سخنان، قال له براحتك اعمل اللي انت عايزه، خلصت تعالى يا باشا بقى اديك الاول، تعالى يا باشا اضغط عليك وهيجيب التاني. مختريان تحسه مهاجم ثالث يعني طب بذمتك انت اتفاجئت ان لعيبه نص ملعب الانتر بتخش جوه المنطقه وبتزق؟ اتفاجئت يعني؟ ما سمعتهاش انت اول امبارح في حلقه ما قبل المباراه؟ يا جدعان بجد ايه يابا الحاج بجد؟ خلاص كفايه فتح خطوط يعني. مع اقف دافع يا بيه واضرب مرتدات، اسحبه هو عندك. هتفضل برضو فاتح خطوط وسايب الانتر يلعب في المساحات براحته برضو؟ يعني ما فيش خالص. يا بيه طب خلاص كفايه ضغط عالي. تياو عمال يغلط، كير مش قادر يجري، ترام يعني بيرمح. كفايه يا باشا. انت سايب كميه مساحات في ظهر دفاعك مش طبيعيه. دفاعك مش عارف يلم. احنا بنتهان يا بيه في نص الملعب وخط الدفاع، احنا بنتهان. كفايه ضغط عالي ومفيش كوره قطعتها في الضغط العالي. انت ما قطعتش كوره، طب بضغط عليه ليه؟
الله، هو غباء عنده وخلاص. انا هضغط على هي كده. الياو برضو اوف سايد ماشي، بس الياو برضو اللي ضيعها مش معقوله يعني. ماشي هي تسلل، بس الياو برضو يعني ايه الياو؟ لا ما يعني ماشي هي اوف سايد ومفيش مشكله، بس هي مش ناقصاك الياو بصراحه يعني. لا يا الياو لما تجيلك فرصه زي كده هي مش ناقصاك يعني، هي مش ناقصه يعني. يا لهوي يا تيو، يا لهوي يا تيو. ماشي طبعا كل ده فرديات، احنا ما يعني احنا لغايه دلوقتي انت شفت اللقطه بتاعت بيولي وهو قاعد على الكرسي مش عارف مين بيكلمه، ولا عم متنيل انا هعمل حاجه؟ اعمل لك ايه انا؟ خلاص ما عنديش حاجه اعملها. هو بيولي ما بيعملش حاجه الشوط الاول ده، بيولي ما بيعملش حاجه، دي كلها فرديات تيو وفرديات من تيو يعني. بص بولوزيتش مش شغال، ممكن يبقى راجع تعبان من التوقف الدولي عشان ما لحقش يعني يريح، فده منطقي. جيرو حاسه مش افضل حاجه برضو، واضح انه مش جاهز 100%. لياو يعني الخصله الصفراء اللي هو عاملها مش مريحاه نفسيا، لسه برضو مش متعود على الخصله الصفراء دي، فتحسه مش في المود. انا بصراحه ما اقدرش الوم لياو لانه مش في المود، فما دام مش في المود خلاص. انما تيو هو الوحيد اللي شغال يعني الباك الشمال هو الوحيد اللي عامل شغل في النواحي الهجوميه، وشويه رايندرز يعني. برضو لوفتس تشيك تحس انه مش قادر يشتغل عشان مش لاقي مساحات. خلاص احنا عارفين يعني لوفتس تشيك محتاج مساحات هيبدع. مفيش اي حاجه عاملها له بيولي عشان خاطر يساعده ان هو يلاقي مساحات يعمل اي منظر، فهو حبه رايندرز وتيو دول اللي عاملين الباقي كله يا باشا خشب في الملعب كده، فاهم؟ وتد كده مزروع منكوت في ارضيه الملعب، ما بيعملوش اي حاجه، زيهم زي بيولي بالظبط. تعمل ايه الياو يا راجل؟ 4 واقفين جوه ال6، انت بتلعبها لمين الناحيه الثانيه؟ شايف الفقر اللي احنا فيه؟ شايف الفقر اللي احنا فيه؟ تياو على حدود المنطقه مش لاقي حاجه يعملها، مشيطها بشماله يعني. تياو بشماله من على حدود المنطقه بيسدد. انت متخيل الفقر اللي احنا فيه؟ ده فقر كروي ده. تاني اطلع هاجم، اطلع يا عم، اطلع هاجم يا عم. دفاع مين؟ دفاع مين يلعن ابو ام الدفاع؟ ابو ام الدفاع يا عم. كرة قدم يعني هجوم، بقول لك ايه، كرة قدم يعني هجوم بصراحة. انما المدرب الغبي اللي زي انزاجي ده مدرب غبي واقف بيدافع. دي المدربين اللي ما تفهمش. انما بيولي بقى هو اللي برنس، بيولي هو اللي فاهم كرة القدم صح. كرة القدم يعني هجوم، دفاعش. انما بص انزاجي ايه استفدت ايه انزاجي لما انت فايز الميلان 2-0 ولا اي حاجة. انما اهم حاجة انا معايا استحواذ قد ايه باشا. مساحاتك يا باشا، ودومفريس يلعب الكرة لترام معاه مساحة في موقف 1 على 1، لا في زيادة عددية ولا في أفضلية ولا في أي بطيخ. اقطم يا باشا وشوط حاجة. بص يعني في مقتل يعني. ده مين الجاحد اللي يقدر يطلب من مايك مينيون هو يجيب الكرة دي باشا؟ هي دي المدربين ستيفانو بيولي، هي دي المدربين اللي فاهمه كرة القدم صح. انا هاجم، انا عايز ندافع. الدفاع ده للمدربين التوتو، المدربين التعبانه اللي زي انزاجي، مدربين ما لهمش فيها يعني، فاهم؟ واقف بيدافع انزاجي. ايه بعد الماتش يبقى شكلك إيه انت انزاجي بعد الماتش لما يسالوك الاستحواذ قد ايه؟ هتقول لهم ايه؟ هتقول لهم كنت واقف بدافع؟ انما انا معايا الاستحواذ، خسران مش مهم، مش ايه يعني، ايه اهميه ان انا اكون فايز؟ المهم معايا الاستحواذ. عن ابو ام دي كوره. خلص الشوط الاول يعني. بص الشوط الثاني كده هتلاقي بيولي راح ساحب واحد من الثلاثه بتاع نص الملعب،
هيسحب واحد منهم، يعني بقى رايندرز يسحب تشيك، ممكن تشيك يسحب تشيك، ويروح منزل لك مثلا تشيكويزي اللي هو بص شلح نص الملعب ازيد، يعني فاهم يعني شلح الدنيا اكتر، ويروح منزل لك مثلا تشيكويزي، فيبقى كده خليها 4-2-3-1 علشان نلبس اكتر، عشان هي هتبقى فضيحه النهارده. ما نشوف الشوط الثاني في ايه. ورجعنا في الشوط الثاني علشان نشوف ايه اللي هيحصل. يعني انا سمعت الاستوديو التحليلي بين الشوطين، يعني شايف الكباتن في الاستوديو التحليلي متفائلين قوي انه وارد يكون في عوده والتعادل لسه قائم. يمكن انا يعني انا مش قادر اشوف ده، بس يمكن. خلينا نستنى ونشوف. تعالى نبدا نتفرج على الشوط الثاني. يا نهار اسود يا جدعان، يا نهار اسود، ده لعيبه الانتر بتعمل كل حاجه. عارف اللي هو لعيبه الانتر بتحاول تصعبها على نفسها وعادي وبتعدي، يعني ما في اقصى اليمين ممكن يبقى معاه 3 خيارات تمرير، لا انا هلعب للتمرير الرابع البعيد قوي اللي في اخر الدنيا وتوصل له برضه. يعني لعيبه الانتر بيصعبوها على روحهم وبتعدي. اخيرا نفوق بقى لسه معانا وقت كتير. ايوه يلا يا راجل في المساحة. ايه يا جدعان التباطؤ ده؟ ليه التباطؤ ده؟ بس شفت لما ركنا وبنلعب مرتدات، شفت يا بيولي؟ خلينا اردح لك انا دلوقتي. شفت 3 كور اهو، واحده جبناها هدف، فرصه خطيره هي ضيعناها، وواحده هجمه ما اكتملتش. فقد ايه بقى؟ في اقل من 10 دقايق. العب بابوها من اول ماتش يا اخي. ده انت ايه ده دماغ ايه بصل يا تشيكويزي. يعني انت بص، انا عارف انك نازل في ماتش صعب جدا، في اوقات صعبه جدا ومضغوطين ضغطه وحشه، بس يعني العب مع الفريق شويه، لانه صدقني دي فرصه العمر بالنسبه لك. يعني انا مش قادر افهم انزاجي بيفكر في ايه، بس انا يعني شايف ان التغييرات اللي هو عاملها دي في مصلحه الميلان قوي. يا جدعان الهبل ده، يا جدعان يا كرونيتش يا اخي، مره واحده بس العب كستة، مره واحده بس امن حدود المنطقه يا اخي. مفيش فايده. انزاجي لقى ان في خطوره جايه عليه، راح عمل تغييرات انا شايفها غريبه، بس التغييرات دي على الاقل نازله بتعليمات انه يا جماعه ارجعوا. دفاع الميلان كله متقدم، اعكس الملعب من اقصى اليمين لاقصى اليسار، مساحات يا باشا، وبينزل الكوره وبيستلم وبيعدل وبيصلح الكوره. وطبعا نص ملعبنا مفيش، يعني مفيش يا باشا. احنا ما عندناش نص ملعب بيدافع، يعني عشان بس نبقى صراحه بقى، هنضحك على بعض لغايه امتى؟ ما عندناش نص ملعب بيعمل ادوار دفاعيه. فطبعا يعني الظاهره مختريان مسجل هدفه الثاني النهارده والهدف الثالث للانتر. انزاجي مدرب غبي قوي يعني بجد. ايه يا ابني ده؟ اول ما لقيت خطوره على مرماك كده راجع تدافع على طول كده، تعمل مرتدات؟ انت كده راجل يعني؟ بص على بيولي ابو الرجوله، لقاك رجعت تدافع، قام مشمر وطالع يا باشا مندفع هجوميا. افتح خطوط يا باشا، هي دي الكوره. كفايه مرتدات يا انتر ارجوك، كفايه مرتدات يا انتر. خلاص النتيجه كده هنطلع بفضيحه يا انتر. يوفيتش بدل رايندرز.
يا لهوي يا تيو. هي ناقصاك، هي ناقصاك. انا عمال اقول يا رب تطلع كده ان هو ايه. لا يا عم ده شاط الهوا ما لمسوش. يعني أسوأ ضربة جزاء ممكن تشوفها في الكوكب. بيولي بعد الماتش ده هيألف كتاب اسمه كيف تصبح مدرب غبي. بس برضه يا جماعة بلاش نيجي على بيولي قوي يعني. انتوا شايفين ديكتلاري عامل ده كان الموسم اللي فات صحيح. بس شفت الكرة اللي ضيعها ميسياس من ده كان الموسم اللي فات صحيح. بس برضه بيولي ما معهوش لعيبة يعني. ما انت يعني انت عايز ان هو يلعب لك بساليميكرز ده كان الموسم اللي فات صحيح. بس برضه يعني بيولي لازم يصعب عليك يعني. شفت هو بينزل اوريجي وريبيتش من ده كان الموسم اللي فات صحيح. اصل بيولي ما معهوش لعيبه. بيولي ما معهوش لعيبه. انت بس ادي بيولي لعيبه واتفرج على الاداء يا جدعان. ده خسر من الانتر 4 مرات الموسم اللي فات. لا ده انت هتشوف بقى قدام الانتر هيعمل ايه السنه دي. سيبك من ال3 ماتشات اللي فاتوا. انت بس هتشوف قدام الانتر هيعمل ايه السنه دي. اصل بيولي دلوقتي بقى معاه لعيبه. انت ازاي كنت عايزه يكسب الانتر الموسم اللي فات باللعيبه العاهات اللي عنده؟ اتفرج على بيولي قدام الانتر السنه دي بقى بعد الصفقات اللي موجوده هيعمل ايه. انا اتفرجت. اتفرجت واكل 4 اهداف ما كلتهمش باللعيبه العرر اللي كانوا الموسم اللي فات. يعني في السوبر كلت من الانتر 3، في الدوري المباراة التانية كلت من الانتر هدف، في دوري الابطال كلت هدفين، فلما جبنا لبيولي صفقات كلت 4. مفيش فايدة، مفيش فايدة. بتصعب عليه نفسه بجد. بيولي بتصعب عليه نفسه. ايه ده يا جماعة؟ هو انتوا كنتوا بتمدحوني بعد اول 3 ماتشات بجد؟ ايه ده؟ هو الكلام الحلو اللي انتوا كنتوا بتقولوه ده كان في حقي انا؟ لا طب والله لا ندمكم، والله لا ندمكم. انا شويه ميلانيستا تمدحوا فيا قال عشان كسبت روما وعملت مباراه ممتازه قدام روما وكسبت بولونيا وتورينو، انا تمدحوني؟ طب والله لا ندمكم على كل كلمه حلوه قلتوها في حقي. ده انا هديكوا في اسنانكم في ماتش الانتر. اما كنت اخلي كل ميلانيستا قال في حقي كلمه حلوه يندم ما بقاش انا، عشان انا يعني مدرب هزق. انا مدرب هزق مهزأ. فلا لا 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 هندمكم. مش انتوا فرحتوا بالاداء اللي حصل؟ لا 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 انسى. بس يا معلم انت خسرت من الانتر 4 بس الاستحواذ معايا. معلش الاستحواذ مع مين؟ تيجي بقى في المؤتمر الصحفي يمسك طبعا الصحفيين الايطاليان بعد المباراه هيمسكوا انزاجي هيفرموا انزاجي بعد الماتش. الاستحواذ معاك ولا مش معاك؟ ايه ده يا انزاجي الاستحواذ مش معاك؟ خص عليك مدرب عره. ازاي يعني الاستحواذ ما يبقاش معاك؟ ايه يعني فايز 4؟ ده لو خلصت 4 ايه يعني ما فايز 4؟ ال4 دول لا مؤاخذه كده يعني تحطهم في الدرج بتاعك وتشيلهم على جنب، مالهمش لازمه. انما الاستحواذ مع سيدك بيولي. فاخد بالك يا انزاجي؟ الاستحواذ مع سيدك بيولي معروفه. يا رب الحكم يصفر دلوقتي في الدقيقه 84 ونخلص. يا رب يصفر دلوقتي. يا نهار اسود ومنيل. لا ما خلاص كفايه 4 كفايه 4 الله يبارك لكم. خلاص يا انتر ما هم 3 نقط. كسبت 4 كسبت 5 كسبت 6 هم 3 نقط اللي انت هتاخدهم، مش تاخد نقطه زياده. عرفتوا ليه بقى؟ كان في ناس الايام اللي فاتت عماله تكتب لي في القناه يقولوا لي احنا لسه خايفين من بيولي، احنا خايفين على الميلان من بيولي. يقول لهم يعني معاكم حق، تخوفكم في محله. ما هو عبث الموسم اللي فات كله مش هيتمحي عشان خاطر اول 3 ماتشات، منطقي. وان كان هو له كامل الاشاده في اول 3 ماتشات وادينا له حقه، انما النهارده بالجزمه
مبروك لانتر ميلان والجمهور انتر ميلان. هارد لك للميلانيستا وهارد لك لكل جمهور الميلان. انا هقفل الحلقه، اشوفكم في حلقات جايه كتير. سلام. وبستنى بقى حلقه بكره اللي هنتكلم فيها عن شبه تحليل، اللي هوضح لك فيها الفضايح اللي حصلت في الماتش ده. سلام.